هنا غرب الناصرية تنطلق أولى خطوات مشروع المطور العقاري. 5000 دونم خصصت لتطبيق آلية جديدة لتوزيع الأراضي السكنية وبناء مدينة متكاملة الخدمات. وتبدأ الخدمات قبل تسليم الأرض بما يشمل البنى التحتية والفوقية من شبكات كهرباء وماء ومجار وطرق لنحو 29 ألف وحدة سكنية، مع اعتماد آلية تتيح التقديم لمختلف الشرائح الاجتماعية. المطور العقاري ومدينة ديقار الجديدة هي واحد من أهم المشاريع اللي تسعى لتسكين جميع الشرائح المتوسطة واللي غير المتوسطة، على مساحة 5000 دونم مقسمة على شكل قطع طاب وصرف، مخدومة بالكامل ماء وكهرباء ومجاري وكذلك إنارة ليلية، بالإضافة إلى البنى الفوقية للمدارس ومراكز شرطة، مراكز دفاع مدني. الحكومة المحلية تنظر إلى المشروع بوصفه أكثر من مجرد مجمع سكني يساهم في حل أزمة السكن، بل تعول عليه في دفع التوسع العمراني غرب الناصرية باتجاه الطريق الدولي، بما يخفف الضغط على مركز المدينة. نتمنى أن تساهم هذه المدينة بحل أزمة السكن بالمحافظة بتوفير مناطق مخدومة بأسعار مناسبة. وبحسب مختصين يبرز تساؤل عن مدى قدرة هذا التحول على تقليص الروتين والحد من فرص الفساد وضمان تسليم أراضٍ مخدومة وجاهزة للسكن، اختبار يواجهه مشروع المطور العقاري مقابل آلية توزيع الأراضي القديمة. مشروع المطور العقاري من المشاريع أو القوانين الحديثة التي أقرها مجلس النواب العراقي، يقلل من نسبة الفساد ويساهم في توفير الخدمات. ديقار التي تواجه أزمة سكن تضع آمالا كبيرة على هذه التجربة، وبين حاجة المحافظة إلى حلول غير تقليدية وتعهدات الشركة بتنفيذ مدينة متكاملة، يبقى معيار النجاح واحدا: أن تتحول المخططات إلى واقع وأن تصل الخدمات قبل أن يصل السكان. من الناصرية، أحمد السعيدي، UTV.